اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري بالدقه والشطه بالطريقه الاصليه. اول حاجه هنبتدي نجهز البصل بتاعنا عشان هنحتاج الزيت اللي هنحمر فيه في باقي الوصفه. البصل قطعناه شرايح رفيعه وهنحط عليه معلقه كبيره من الدقيق، طبعا على حسب كميه البصل. انا حطيته في مصفى عشان لو فيه دقيق زياده هنفضه منه قبل ما نقليه. نقلي البصل في زيت سخن وعميق، وطبعا لو الكميه كبيره هنقليها على مرتين عشان البصل يتحمر حلو. اول ما ياخد لون ذهبي هنطلعه على مناديل عشان يصفي اي زيت. هنجهز الدقه بتاعتنا: معلقتين كبار من الثوم المفروم، توابل ملح وفلفل وشطه وكمون وكزبره، معلقتين من الخل ومعلقتين من عصير الليمون. هنقلبهم كويس ونحط عليهم حوالي نص كوبايه من الميه المغليه، وكده الدقه بقت جاهزه. خدنا بقى شويه من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، حطينا معلقتين كده على الميه المغليه مع الملح علشان نسلق المكرونه. انا النهارده هسلق نوعين من المكرونه وهنسيبها لحد ما تستوي. نبتدي نجهز صلصة الكشري: 4 كوبايات من عصير الطماطم، وطبعا الزيت اللي حمرنا فيه البصل، توابل ملح وفلفل كمون وكزبرة بابريكا، شوية من جوز الطيب ومعلقة من السكر، معلقتين كبار من الخل ومعلقتين كبار من الثوم المفروم. هناخد شوية من الزيت اللي حمرنا فيه البصل مع الثوم وهنسيب الثوم في النار لغاية ما يبتدي يصفر وريحته تطلع. على طول ننزل بالخل وبعد كده بعصير أو صوص الطماطم وهنسيبهم لحد ما يتسبكوا. وبعد ما الصلصة تتسبك في الوقت ده هنحط كل التوابل مرة واحدة في الآخر. نجهز بقى الرز بشعرية: معلقتين كبار من الزيت اللي حمرنا فيه البصل مع الشعرية، نبتدي نقلب فيها لغاية ما تحمر. وفي نفس الوقت كمان عايزين نسلق العدس بتاعنا، حطيناه في حلة وهنحط عليه مية مغلية ومعاها ورق لوري وملح وكمون، وهنسيبه بقى على النار لغاية ما يستوي خالص. ممكن كمان تحطوا قطع من البصل والجزر مع العدس وهو بيتسلق. بعد ما الشعرية بتاعتنا اتحمرت حطينا الرز وهنحط بقى التوابل: ملح وفلفل اسود وكمون، ونزود الرز بتاعنا بالمية المغلية ونسيبه لحد ما يستوي. اخر حاجة بقى نبتدي نجهز الشطة بتاعتنا: معلقة كبيرة من الشطة، معلقة كبيرة من زيت تحمير البصل، ومعلقة كبيرة من الثوم. حطيناهم على النار، واول ما تبتدي تغلي على طول نحط معلقتين كبار كده من الصلصة اللي جهزناها وشوية من المية المغلية، وكده الشطة بتاعتنا بقت جاهزة. زي ما انتوا شفتوا احنا استخدمنا الزيت اللي حمرنا فيه البصل في الوصفة كلها تقريبا. والمكرونة بتاعتنا كمان بعد ما سلقناها اول ما صفيناها كده نحط عليها معلقة من زيت البصل ونقلبها، وكده يبقى جهزنا كل حاجة. جهزنا كمان شوية من الحمص المسلوق. نبتدي بقى نحط الكشري، الرز والعدس والمكرونة والصلصة. انا بحب اعمل الكشري بالطريقة الاصلية حتى لو بياخد خطوات كتيرة شوية، بس بيطلع طعمه حلو قوي. جربوا تعملوا الكشري بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.